السلام عليكم. قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد أنه سيتم التخلي عن امتحان نهاية السنة في الطور الابتدائي السنكيام. كما أشار وزير التربية إلى أن الامتحان سيعوض بتقييم المكتسبات الذي سيكون مفيدا دون أن يربك التلميذ. وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد قد أوضح سابقا أنه لن يدخل في احتساب المعدل السنوي العام. كما أشار وزير التربية خلال الندوة الوطنية المخصصة لتقييم مكتسبات التلميذ في التعليم الابتدائي أنه تم تنظيم ورشات خاصة يشارك فيها إطارات القطاع لتقييم وضبط العمليات الخاصة بالدخول المدرسي والكتاب المدرسي، مؤكدا أنه سيشرع في تنظيم الامتحان هذه السنة. وأشار وزير التربية في ذات السياق أن الامتحان لن يدخل في احتساب معدل الانتقال إلى الأولى متوسط، حيث أن المعدل الانتقال سيكون هو المعدل الذي تحصل عليه التلاميذ أثناء السنة الدراسية، فيما يكون التقييم البيداغوجي هو خدمة خاصة بالتلميذ ترفع عنه أشكال الضغط.